سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدة بالتأكيد يقع في قلب شارع المعز. سبيل متميز جدا في طرازه المعماري، هنعرف عنه أكتر وهنعرف حكاياته هذا الأثر العريق من خلال لقائنا مع دكتور أحمد عبد الفتاح، وهو عضو في اتحاد المؤرخين العرب. أهلا بك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين وبرنامج حكايات وآثار القناة الثانية. سبيل الأمير عبد الرحمن كتخدة يعتبر من أهم الآثار الإسلامية اللي موجودة في شارع المعز. هذا السبيل بيقع عند تقاطع شارع التنبشكية مع شارع المعز. التنبشكية دي طبعا يعني نسبة لتجار التنباك اللي هي أو اللي هو تاجر التبغ في العصر العثماني. الأمير عبد الرحمن كتخدة أشهر البنائين في مصر خلال العصر العثماني، ليه أكتر من منشأة. هذا الأمير عرف عنه يعني في المصادر التاريخية بناء العديد من الأسبلة والكتاتيب والمساجد. هذا الأمير إسهاماته كبيرة جدا في الفترة العثمانية. هذا الأمير له العديد من الإسهامات في تجديد المشاهد الحسينية، المشهد النفيسي، السيدة نفيسة، السيدة رقية، السيدة عتيكة، غيرها من المشاهد. هذا الأمير ليه بصمة كبيرة جدا على المساجد في مصر بصفة خاصة. هذا الأمير اللي ساعده في قصة البناء والتشييد خلال العصر العثماني. الثروة اللي ورثها عن أبيه حسن كتخدة، هذه الثروة أنفقها في خدمة العمارة الإسلامية وفي تشييد بقى العديد من المنشآت، سواء كانت منشآت مدنية، منشآت دينية، منشآت خيرية، وده اللي تمتعت به القاهرة خلال هذه الفترة. الأمير عبد الرحمن كتخدة له أكتر من سبيل. احنا النهاردة في شارع التنبشكية، تقاطع شارع التنبشكية مع شارع المعز، السبيل الشهير اللي موجود في هذا الشارع ده أثر مهم جدا. وهذا الأثر مش الوحيد اللي موجود في شارع المعز اللي بينسب لهذا الأمير. هذا الأمير له سبيل آخر عند باب النصر وملحق به حوض لسقي الدواب. هذا الأمير عندما شرع في بناء هذا السبيل يعني استمد الطراز المملوكي اللي كان سائد في هذه الفترة أو في هذه المرحلة، بحيث ان برضه شارع المعز ده متحف مفتوح بالنسبة للمرة وبالنسبة لعامة الناس. هذا الشارع بيعج بالآثار الإسلامية، سواء كانت فاطمية، أيوبية، مملوكية، عثمانية. هذا السبيل بيتفرد ان هو جمع ما بين الطرازين المملوكي والطراز العثماني. السبيل في الدور الأرضي، الطابق الثاني عندنا الكتاب، وهذا الكتاب كان مخصص لتعليم أيتام المسلمين القراءة والكتابة. ما كانش في وقتها حاجة اسمها مدارس نظامية، ما كانش في وقتها مدارس لتعليم الحكومي كما هو معهود الآن أو كما هو سائر الآن. كان اللي بيقوم بالوظيفة دي في آنذاك أو في هذه الفترة كانت الكتاتيب اللي كانت بيتم إنشائها، واللي كان بيتسابق الأمراء والسلاطين في إنشاء العديد من الكتاتيب لكي يعني تكون منارة للتنوير والعلم والثقافة في هذه الفترة وفي هذه المرحلة، وكانت بتعلم أيتام المسلمين. وكانت هذه الكتاتيب بتزود الطلاب بأجر شهري، وكانت بتقدم لهم الطعام وغير ذلك من الأدوات اللي الطالب كان بيحتاجها أو التلميذ كان بيحتاجها في هذه الفترة أو في هذه المرحلة. وده كان ليه دور كبير جدا في الحالة اللي هي الحالة التنويرية اللي كانت بتعج بها القاهرة. احنا بنتكلم الفترة دي كانت تعتبر فترة كلها صراعات وفترة كلها اضطرابات وفترة يعني مش سهلة بالنسبة للشعب المصري. احنا بنتكلم فترة علي بيك الكبير، اللي هو احنا بنتكلم برضو ان السبيل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، هذا السبيل تم انشاؤه عام 1157 هجرية، ميلادي 1744 ميلادية. فاحنا بنتكلم دي كانت فترة فاصلة، اللي هو الفترة دي اللي سلمتنا في النهاية للحملة الفرنسية او الغزو الفرنسي. فاحنا بنتكلم ان هذه المنشآت كان لها دور تنويري وكان لها دور خيري كبير جدا. وهذا الامير لم يبخل على هذه المنشأة. أبرز ما يميز هذه المنشأة كسبيل مقارنة بالأسبلة السبيل طبعا بيقدم خدمة خيرية مهمة جدا لعموم الناس وتقرب الله عز وجل. السبيل ده بيتميز ان هو بيطل على 3 واجهات. الواجهة اللي فيها المدخل دي بتسمى الواجهة الجنوبية الشرقية، في عندنا كمان الواجهة الجنوبية الغربية، في عندنا الواجهة الشمالية الغربية. دي الواجهات اللي بيطل عليها السبيل. السبيل بيتم الدخول إليه من خلال المدخل اللي بيقع في الواجهة الجنوبية الشرقية. بيتوسط المدخل عندنا
باب خشبي. فوق المدخل في عندنا نص تأسيسي باسم هذا الأمير واسم المنشئ وتاريخ إنشاء المكان 1157 هجرية 1744 ميلادية. في عندنا أيضا العديد من الكتابات. في عندنا دائرة بتحتوي على